ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ من اكتر الحاجات اللي تبين ان السوق المصري بدا يحصل فيه حاله استقرار العروض العربيات اللي احنا بنبقى نشوفها اليومين دول، وخصوصا من الماركات الكبيره اللي كل شويه كنا بنشوفها بتنزل اوفر برايس وبتنزل ليستات جديده في الاسعار وحاجات زي كده. ده غير العربيات اللي بتبقى اوت اوف ستوك ومتبقاش موجوده اصلا في السوق. بدا المسلسل ده معانا من رمضان اللي فات لما شفنا توكيل كبير زي توكيل غبور عمل خصم على العربيه اللي تعتبر الحصان الرابح عنده اللي هي توسان، ونزل خصم على توسان 2025 تقريبا من 100 ل 110 الف جنيه على الترزات بتاعتها. يعني اول فئه عملت مليون 790 الف بدل مليون 890، والفئه التانيه عملت مليون 900 بدل 2 مليون، والفئة التالتة عملت 2 مليون و100 بدل 2 مليون 230. أما الفئة الرابعة عملت 2 مليون 250 بدل 2 مليون 400، والفئة الخامسة 2 مليون 425 بدل 2 مليون 575. يعني تقريبا الخصم من 100 ل 150 ألف جنيه على الطرازات كلها. وفي نفس الوقت برضه شفنا خصومات على عربية شيري تيجو 7 وتيجو 8 برو تقريبا 100 ألف جنيه. تيجو 7 برو اللي بتيجي بموتور 1500 تربو بيطلع 154 حصان وفتيس سي في تي، سعر الفئة الأولى بتاعها بقى مليون 250 ألف بدل مليون 350، يعني خدت خصم تقريبا 100 ألف جنيه. والفئة التانية بتاعتها بقت بمليون 350 بدل مليون 460، يعني خصم 110 ألف. أما العربية تيجو 8 اللي بتيجي بموتور 1600 تربو بيطلع 197 حصان عند 5500 ار بي ام وعزم 290 نيوتن متر عزم متوصل بفتيس دول كلاتش دراي. دي تعتبر من العربيات الكبيرة العالية في مجموعة شيري، فدي جت بسعر مليون 480 ألف بدل مليون 580 ألف. والفئة التانية بتاعتها بمليون 590 ألف بدل مليون 690 ألف، يعني خدت تقريبا خصم 100 ألف جنيه. والفئة التالتة بمليون 690 بدل مليون 790. العروض دي كلها اشتغلت معانا في رمضان اللي فات وفضلت مكملة معانا لغاية دلوقتي حتى بعد رمضان ما خلص. أما المفاجأة بقى فجت من توكيل فيات في خلال الأسبوع اللي فات لما شفناه نزل العربية فيات تيبو مانوال اللي بقالها كتير مختفية من السوق، ونزلها عشان خاطر يعمل منافسة في الفئة دي. ونزلت العربية بمواصفة أمان كاملة بصراحة. احنا بنتكلم هنا أول مرة نشوف 6 إرباك في الفئة دي مع الموتور ال 1400 اللي كان فيه تبخير زيت في الموديل القديم، رجعه تاني معانا هنا اللي بيطلع 95 حصان، وطبعا بفيست مانوال من 6 سرعات. بس على الرغم من العربيه جايه بمواصفات امان كامله في الفئه دي، ودي حاجه كويسه مش وحشه، بس تجهيزات العربيه تعتبر قليله. هتاخد التجهيزات الستاندر اللي انت محتاجها. لو عايز تعلى شويه بقى وتاخد الجنوط وتاخد الشاشه والحاجات دي كلها تدفع لغايه 780 الف جنيه تقريبا. المهم ان بقى في فئه دلوقتي في العربيات المانوال الاوروبيه المستورده من بره بالكامل في حدود 695 الف، وعلى فكره هو كده مقلل من سعرها تقريبا 75 الف جنيه. وفي نفس اللحظه شفنا نيسان صني نزلت موديلات 26 عربيه مانوال، وطبعا التوكيلات بيبقوا عارفين هم هينزلوا ايه، يعني استحاله ده تنزل بعد دي بعديها بيوم الا لما يكونوا عارفين ان حركه زي كده تحصل من توكيل فات. نيسان صني نزلت العربيه المانوال بسعر 645 الف عشان تدي كتف كده وتزق نفسها في فئه العربيات السيدان العائليه في الفئه دي، وخصوصا الناس اللي بتحب العربيات المانوال او اللي جايبها يشتغل عليها. بس نازله بنظام امان ضعيف شويه ستاندرد 2 ايرباج، وما تستناش تاخد حاجه جامده قوي من العربيه، تاخد كاسيت عادي وازاز كهرباء والحاجات الستاندرد اللي احنا متعودين عليها. وكمان حبت تعلي اكتر ونزلت الفئه الاوتوماتيك رخصتها خليتها ب 695 الف. دلوقتي بقى خلت المقارنه تبقى صعبه، تجيب فئه تيبو مانوال ب 695 ولا نيسان صني اول فئه اوتوماتيك ب 695. تجهيزات العربيتين من ناحيه الرفاهيه بيبقى زي بعض تقريبا، الفرق معاك بس هيبقى في تجهيزات الامان. بس الحاجات الافتر ماركت موجوده، لو عايز الشاشه ولو عايز الكاميرا الخلفيه والدراع ده كله سهل تعرف تركبه في العربيات دي، وخصوصا النيسان عشان انا بصراحه ما بحبش العب في العربيات الاوروبي. وبعدها على طول بكام ساعه توكيل جاك قرر ينزل خصم على العربيه جاك اس 2، تعتبر كده ارخص عربيه اس يو في موجوده في السوق المصري مستورده من بره، ونزل عليها خصم تقريبا 55 الف جنيه عشان يبقى سعرها 740 الف جنيه، واللي تيجي بموتور 1504 سلندر بيطلع 113 حصان و146 نيوتن متر عزم ومتوصل بفتيس سي في تي. تعتبر من العربيات الكويسه مش وحشه، خصوصا ان هي مستورده بالكامل من بره، مع ان الموضوع مبقاش يفرق كتير قوي، خصوصا التجميع المحلي عندنا بقى قوي جدا الفتره اللي فاتت. وفي كلام كمان العربيه دي هتبدا يتعمل منها نسخه تجميع محلي، بس بالنسبه لسعر العربيه المستورده ده يعتبر مش وحش. فانت بقى عندك خيار دلوقتي في الفئه دي. في المانوال لو عايز تجيب نيسان صني ب 645 الف، عايز تركب حاجه اوروبي وحاجه نظام الامان فيها بقى اعلى شويه هتروح لفئه التيبو ب 695 الف. اما لو عايز الاوتوماتيك فهتبدا تشوف النيسان صني ب 695 الف. لو عايز حاجه اس يو في شويه هتبص لجاك اس 2 بسعر 740 الف. توكيل كي جي بي موبيليتي برضو اللي هو صاحب العربيه سانج يونج توريس اللي ظهرت الفتره اللي فاتت كده، بس مع كثره العربيات اللي نزلت الفتره اللي فاتت بدا بريقه يختفي شويه، نزل عربيه توريس لموديلات 2025. وزي ما احنا كنا متعودين ان اي شكل بينزل جديد من العربيه سواء فيس ليفت او تغيير في التابلو او حاجه سعره بيبقى اغلى من الشكل القديم، بس التوكيل قرر يعمل خصم 25 الف جنيه على العربيه دي، ونزل اول فئه اوتوماتيك منها موديلات 2025 بسعر مليون 675 بدل مليون 700. والعربيه دي في التجهيزات حتى في اول فئه بتيجي في حاجات كتير جدا، واحسن حاجه في العربيه دي الموتور بتاعها والفتيس. بتيجي بموتور 1500 تربو بيطلع 168 حصان و280 نيوتن متر عزم، متوصل بفتيس عادي من 8 سرعات. في وسط المدعكه بتاعت الخصومات اللي فاتت دي كلها بقى عربيه من العربيات اللي انا بحبها وكانت معايا قبل كده، عربيه البروتون ساجا. بروتون ساجا عربيه كويسه تافه بالغرض، عربيه جميله جدا اعتماديه وكل حاجه، وبتعمل عليها مطلوب منها بتعمله.
ورغم ان هي نزلت تجميع محلي عندنا قبل هوجة الخصومات دي ما تنزل، وكان سعرها 630 الف جنيه، وده كان يعتبر سعر برضو عالي شويه، الا ان هي قررت مع نفسها كده ترفع السعر بعد ما بقى عندها اوفر برايس بره في السوق 20,000 و30,000. فقرر التوكيل نفسه يعمل زياده على سعر العربيه 20,000 جنيه عشان يبقى سعرها 650 الف جنيه. وانا شايف كده ان سبورتون ساجا محتاج يتعمل عليها خصم محترم، مش اقل من 30,000 جنيه، يعني سعرها يبقى في رينج 620,000 جنيه، عشان طول عمر البروتون عامه معروف في البنزين عالي شويه، وقطع الغيار بتاعته مش منتشره قوي، فانت عايز تنزل عربيه في السوق بحيث تنشرها في السوق، خصوصا ان هي بقت تجميع محلي، فلازم تنجح العربيه دي عشان خاطر الناس تطمن لها وتشتريها اكتر، يبداوا يشوفوها موجوده كتير في الشارع، يبداوا يشوفوا لها قطع غيار. فاللي هيخلي حد يجيب العربيه بسعر 650,000 جنيه هيعلى شويه ويروح لنيسان صني ب 695,000. نيسان صني طبعا على قطع الغيار وعلى الاعتماديه احنا العربيه متجربه في السوق، او هيدفع 645,000 ويروح يجيب نيسان صني المانوال، وخصوصا لو بيدور على عربيه يشتغل عليها ويركب عليها غاز ويشتغل عليها في تطبيقات النقل الذكي وكده. واخيرا في اخر الاسبوع سيتروين دي اس 7 قررت تعمل عرض جديد 50% مقدم وتقسيط بقيه المبلغ على سنه بدون فوائد، يعني العربيه تمنها 2 مليون 800 تدفع 1,400,000 مقدم وتقسط 1,400,000 على سنه من غير فوائد. موضوع التقسيط على السنه من غير فوائد ده بيدي اطمئنان شويه للسوق المصري اللي يحصل فيه استقرار الفتره اللي جايه، عشان خاطر مفيش توكيل هيسيب الفلوس بتاعته سنه من غير فوائد الا لما يبقى عارف ان الموضوع داخل في استقرار سواء من ناحيه العمله او فوائد البنوك. وطبعا الفتره اللي جايه هنشوف موجه تخفيض اكبر من كده على عربيات تانية كتير عشان تعرف تاخد حصه من السوق. وفي النهايه طبعا شاركونا برايكم، ايه رايكم في العربيات اللي نزلت دي، ولو انت بتفكر تشتري انهي واحده فيهم. وان شاء الله الفتره اللي جايه نمسك عربيه من دول ونفصصها ونشوف عيوبها ومميزاتها ايه. لو حابب تعرف اكتر عن عيوب ومميزات فيات تيبو ونيسان صني هتلاقي في فيديوهات ليهم في القناه بيتكلم عن ايه العيوب اللي قابلت ملاكه حوالين العالم وفي مصر طبعا. ومنساش بقى تعمل لايك واشتراك والحاجات دي كلها، واشوفكم الفيديو الجاي. كان معاكم مؤمن سيد، سلام.